بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له من دون الله وليا مرشدا. والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين. أهلا وسهلا بكم أصدقائي ومتابعيني على قناتي على اليوتيوب. أهلا وسهلا بأصدقائي وطلابي طلاب المرحلة الإعدادية بصفوفها الثلاثة المختلفة. درسي اليوم في قسم التاريخ من مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي، ودرس اليوم بعنوان محمد علي وبناء الدولة الحديثة. بعدما تمكن محمد علي من الانفراد بحكم الأراضي المصرية بعد مبايعة المقاومة الشعبية له كواليا للبلاد، أراد محمد علي أن ينهض بمصر ويجعلها في مصاف الدول المتقدمة ويجعلها في مصاف الدول الغربية. فما هي السبل التي اتبعها محمد علي لتصليح أو لتصبح مصر دولة ذات إرادة ودولة تنتهج النهج الأوروبي؟ وما هي الحروب التي خاضها محمد علي وما هي الآثار التي ترتبت عليها؟ هذا هو ما سنعرفه من خلال هذا الفيديو إن شاء الله تعالى. مظاهر بناء الدولة الحديثة. وضع محمد علي يده على المسار الصحيح لكي يبني دولة حديثة داخل الأراضي المصرية، واهتم بأهم النقاط التي تجعل مصر في مصاف الدول المتقدمة، وهو الوضع الاقتصادي للبلاد آنذاك. فعمل على تصليح الوضع الاقتصادي أو إصلاح الوضع الاقتصادي للبلاد من خلال مبدأ الاحتكار. وهنفهم دلوقتي مع بعض يعني ايه مبدأ الاحتكار. الاحتكار هو نظام تقوم فيه الحكومة متمثلة في شخص محمد علي بتحديد نوع الغلات التي تزرع ونوع المصنوعات التي تصنع، وتحديد ثمن هذه الزراعات وهذه الصناعات، وشرائها من العمال ومن الفلاحين، وبيعها وطرحها بعد ذلك في الأسواق الداخلية أو الخارجية. طيب، نظم محمد علي مجالات الاقتصاد المصري على أساس مبدأ الاحتكار. ممكن يجي يقول لي سؤال بما تفسر، يعني ليه محمد علي عمل على احتكار الاقتصاد المصري متمثل في الزراعة والصناعة والتجارة؟ أقول له لكي يضمن الدخول في سوق التجارة الدولية منافسا لغيره من الدول العظمى آنذاك. وهنبتدي الأول نتكلم عن الزراعة. محمد علي عمل العديد من الأمور للنهوض بالزراعة المصرية. هتقول لي يا أستاذ إيه دليلك على كده؟ هقول لك تعالى وأنا أقول لك دليلي. لغى مبدأ الالتزام وعاد توزيع الأراضي على الفلاحين. اتبع سياسة زراعية تهدف إلى توفير أكبر قدر من الدخل من الإنتاج الزراعي. إيه هي بقى السياسة اللي انتهجها محمد علي عشان يحسن الدخل الزراعي للبلاد؟ ادى الفلاحين كل اللي هم عايزينه، يعني تزويد الفلاحين بكل ما يلزم الزراعة. أدخل أساليب حديثة وغلات زراعية جديدة. أنشأ مدرسة للزراعة واستخدم الخبراء الأجانب من الخارج. حسن طرق الري وقام بحفر الترع مثل ترعة المحمودية، وأنشأ العديد من القناطر على مجرى النيل مثل القناطر الخيرية، وهي أهم هذه القناطر التي أنشأها محمد علي. طيب، محمد علي بكده عمل طفرة في الزراعة المصرية من خلال تطبيق نظام الاحتكار. طيب، تعالوا نفهم أو تعالوا نشوف عمل إيه الاحتكار في مبدأ أو في مجال الصناعة.
قام محمد علي بتطوير وتحديث الإنتاج الصناعي. تعالى نعرف دليلنا إيه على الكلام ده. هنلاقي إن محمد علي اتبع بعض الإجراءات التالية. أقام المصانع الحكومية مثل مصانع الغزل والنسيج ومصانع الورق ومصانع السكر. جمع الصبية للعمل في المصانع بأجور رمزية فأصبحت بمثابة مدارس صناعية. يعني جمع الشباب اللي في البلد في الوقت ده، وبدأ ان هو يشغلهم في المصانع دي بأجور رمزية. وفي نفس الوقت قدر ان هو الصبيان دول يكسبوا من كدهم وعملهم، وفي نفس الوقت كانت بمثابة مدارس صناعية يقدروا الصبيان دول ان هم يعلموا الاجيال التي تليهم من خلال العمل في هذه المجالات. طيب، استعان محمد علي برضو بالخبرات الأجنبية زي ما استعان بخبراء في مجال الزراعة من الخارج. استطاع محمد علي أيضا أن يستعين بخبراء من الخارج في مجال الصناعة، وأرسل كمان بعثات من هنا لبره عشان يشوفوا الكتب الخارجية أو الكتب اللي عند الأجانب، ويقدروا ان هم يترجموا نسخة منها الى اللغة العربية عشان يرجعوا بيها تاني هنا ويحاولوا يطبقوها في الاراضي المصرية. طيب، هنيجي نقول محمد علي طبق نظام الاحتكار في الصناعة. ايه دليلنا؟ دليلنا انه اتبع سياسة تهدف الى السيطرة على الانتاج الصناعي، وده كان من خلال ايه؟ كان من خلال امداد الصناع بالمواد الخام اللازمة بالصناعة. تاني حاجة، شراء المنتجات الصناعية منهم بالثمن الذي تحدده الحكومة. بمعنى ان انا هديك المادة الخام اللي انت هتشتغلها لي، بس انا هرجع اشتريها منك بالثمن اللي انا احدده عشان اقدر اغزو بيها السوق المحلي والسوق التجاري الدولي. وبكده قدر محمد علي ان هو يطبق نظام الاحتكار في الصناعة. نيجي للبند الثالث وهو بند التجارة. نشطت التجارة الداخلية والخارجية، ده طبعا نتيجة تطبيق مبدأ أو نظام الاحتكار في الزراعة والصناعة. وتطبيق نظام الاحتكار أدى إلى ازدهار كل من الصناعة والزراعة في مصر، وقدر محمد علي إن هو ينجح في دعم الاقتصاد المصري من خلال مبدأ الاحتكار في مجال الزراعة والصناعة، ووضع مصر في مصاف الدول العظمى في هذين المجالين. طيب، ايه دليلنا ان محمد علي طبق نظام الاحتكار في التجارة؟ اقول لك تعالى لي وانا اقول لك. قدر محمد علي ان هو يسوق جميع المنتجات الزراعية والصناعية بعد شرائها من المزارعين والصناع وجمعها في مخازن الدولة. بدأ ان هو يبيع للأجانب المقيمين في مصر، وبدأ ان هو يبيع للأجانب او للدول الأجنبية خارج الأراضي المصرية لحساب الحكومة المصرية. وكمان احتكر تجارة الواردات، يعني أي حاجة المزارع عايزها أو الصانع عايزها ومش موجودة في مصر وموجودة بره مصر، أنا كمحمد علي أو أنا كحكومة مصرية هبقى الوحيد اللي ليا الحق إن أنا أجيب الحاجة دي من بره، وأقدر بعد كده أديها لك كمزارع أو كعامل. كده ده نظام الاحتكار بالنسبة للتجارة. هنيجي في نقطة رابعة وهي نقطة النقل والمواصلات. طيب، اهتم محمد علي بالنقل والمواصلات. ايه دليلنا على كده؟ هنقول ان هو قام بتمهيد وتأمين الطرق البرية والبحرية، وقام ببناء اسطول على شواطئ البحر المتوسط والبحر الأحمر، وعمل على تطهير البحر الأحمر من القراصنة، وحفر الترع واهتم بالمواني المصرية. بداية فكرة
قناة السويس كانت في عهد محمد علي، عندما عرض عليه القنصل الفرنسي بحفر قناة تربط بين البحر المتوسط والبحر الأحمر، ولكن محمد علي رفض هذه الفكرة خوفا من أن تكون هذه القناة ذريعة للتدخل الأجنبي داخل مصر. بكده فهمنا ازاي محمد علي عمل نهضة بالاقتصاد المصري او الناحية الاقتصادية في مصر. هنيجي بعد كده نتكلم عن الناحية الاجتماعية في حكم محمد علي. طبعا كانت للسياسة الاقتصادية في عهد محمد علي أثرها في تشكيل الهرم الاجتماعي والقوى الاجتماعية في مصر. ازاي؟ واحد منكم هيجي يقول لي ازاي يا استاذ ان الزراعة والتجارة والصناعة او البناء الهرم الاقتصادي بشكل عام قدر ان هو يلعب دوره في ان هو يكون الهرم الاجتماعي في عهد محمد علي؟ اقول لك تعالى وانا اقول لك. الازدهار الاقتصادي عمل على تدهور واختفاء القوى الاجتماعية وظهور قوى اجتماعية أخرى كما يلي. انتهى نفوذ المماليك تماما في عهد محمد علي كهيئة حاكمة. احنا عارفين طبعا ان المماليك كانوا حاكمين لغاية ما حصل الاجتماع بين السيد عمر مكرم والسيد محمد قريم والمجلس اللي اجتمع ده، وقدروا ان هم يولوا محمد علي حكم البلاد. وفضل بعض المماليك قدر ان النظام او ازدهار النظام الاقتصادي في البلاد في عهد محمد علي ان هو ينفي او ان هو يمحي اثار الطبقة اللي هي المتبقية من المماليك داخل مصر. وظهرت قوى محلها وهي ظهور بعض العناصر التركية. كمان عمل الازدهار الاقتصادي على تضاؤل نفوذ علماء الأزهر والشخصيات والقيادات الشعبية، في حين ظهرت طبقة الأعيان. طبعا من ضمن الحاجات اللي عملها برضو الازدهار الاقتصادي وأثر على الهرم الاجتماعي في مصر اللي هي طبقة عمال الصناعة مع استمرار طوائف الحرف كوسطاء للحكومة. وتدهورت طبقة التجار وظهروا البدو كقوة مستقرة. يبقى الهرم الاجتماعي تأثر بالهرم الاقتصادي في مصر من خلال انتهاء نفوذ المماليك وظهور نفوذ العناصر التركية وتضاؤل نفوذ علماء الأزهر وقيادات الشعبية وظهور نفوذ الأعيان وتضاؤل نفوذ أصحاب الحرف مع استمرارهم بالعمل كوسطاء للحكومة وازدهار طبقة عمال الصناعة وتدهور التجارة وطبقة التجار وظهور البدو كقوى اجتماعية مستقرة. طيب هنيجي بعد كده بالنسبة للتعليم والثقافة. بما تفسر اهتمام محمد علي بالتعليم والثقافة؟ هقول له لحاجته إلى موظفين لسد عمالة الحكومة المصرية، وكمان كان عايز فنيين ومتخصصين في مختلف فروع والمجالات لسد حاجة الجيش والأسطول. وعشان كده عمل محمد علي على إنشاء المدارس الحديثة مثل مدرسة الطب ومدرسة الزراعة ومدرسة المهندس خانة وغيرها من المدارس. عمل حاجة تاني غير إنشاء المدارس الحديثة، عمل على إرسال البعثات العلمية إلى أوروبا لأخذ الفكر الأوروبي والرجوع به لترجمته على الأراضي المصرية. كان من أبرز أعضاء هذه البعثات هو رفاعة رافع الطهطاوي وعلي باشا مبارك اللذان أسهما في استمرار النهضة التعليمية بعد عودتهما من أوروبا. طيب عمل إيه تاني محمد علي غير إرسال البعثات وإنشاء المدارس؟
استعان ببعض المدرسين الأجانب. ليه استعان ببعض المدرسين الأجانب؟ مساهمة منهم في ترجمة كتبهم لأخذ العلوم الموجودة بها وتنفيذها على أرض الواقع، وكمان التدريس في المدارس العليا. آخر حاجة عملها محمد علي في التعليم والثقافة، أنشأ المطبعة الآمرية في بولاق. ليه؟ بما تفسر إنشاء محمد علي المطبعة الأميرية في بولاق. هقول له لطبع الكتب اللازمة للدراسة، وطبع الكتب الأدبية والفنية، وإصدار صحيفة الوقائع المصرية، ودي كانت أول صحيفة تصدر داخل الأراضي المصرية. نيجي لرابع حاجة نهض بها محمد علي، وهي القوة العسكرية. مفيش أي دولة تصبح قوية بين يوم وليلة إلا لما يكون عندها بناء عسكري قوي تقدر تحمي بيه حدودها من العدو الخارجي. عمل ايه محمد علي عشان ينشئ قوة عسكرية مصرية؟ زي ما انا قلت لكم، ادرك محمد علي ان بناء القوة العسكرية هي الدعامة الاساسية لتحقيق الاستقرار والامن ولتحقيق اهدافه في بناء الدولة الحديثة. فكانت جميع مشروعاته العمرانية والتعليمية بهدف سد حاجات الجيش وبناء القوة العسكرية. طيب، اهتم محمد علي ببناء القوة العسكرية على الطراز الأوروبي الحديث، من حيث إعداد الضباط. عمل إيه عشان يعمل عنده صف ضباط أو ضباط أو قادة للجيش يكونوا قادرين على إن هم يقودوا الجيش ضد أي اعتداء على البلاد؟ أنشأ المدارس العسكرية، ومنها المدرسة العسكرية في أسوان. استخدم ضباط ومعلمين ذو خبرة وإرادة وإدارة من أوروبا للعمل بهذه المدارس العسكرية التي أنشأها. وكان من أشهر الضباط القادمين من الغرب الأوروبي هو الكولونيل سيف، أحد ضباط جيش نابليون بونابرت. كده استطاع محمد علي إن هو يعمل إعداد للضباط. هنيجي للجنود العساكر. أعدهم إزاي محمد علي إن هم يكونوا مهيئين إن هم يدافعوا عن البلاد ضد أي خطر ضد الجيش المصري؟ طيب، في البداية كان محمد علي بيجند السودانيين، ثم اتجه بعد ذلك إلى تجنيد المصريين الذين أثبتوا كفاءتهم في الانتظام في التدريب وإطاعة الأوامر العسكرية وبراعتهم في ميادين القتال الخارجي. طيب، نيجي بالنسبة للأسطول. أنشأ محمد علي أو اهتم محمد علي بإنشاء الأسطول. هتقول لي إيه دليلك يا أستاذ إن أنت بتقول إن محمد علي اهتم بإنشاء الأسطول؟ أقول لك تعالى وأقول لك. أسس ترسانة بحرية لصناعة السفن في بولاق ثم في الإسكندرية، وزودها بكافة أنواع الأسلحة، وأعد أماكن للتدريب وتعليم البحارة والجنود. طيب، محمد علي كمان ما وقفش لحد ان هو يطور من الجنود والعساكر والاسطول فقط لا غير. محمد علي فكره وداه ان هو يعمل مصانع لانشاء الصخيرة والاسلحة، وكمان تشييد القلاع على الحدود لحماية البلاد ضد اي خطر خارجي. اهتم محمد علي بالتصنيع الحربي، فأنشأ ترسانة في القلعة لتصنيع الأسلحة، وأنشأ القلاع في الإسكندرية ورشيد ودمياط للدفاع عن البلاد ضد أي خطر قادم. كده خدنا اقتصاد، تعليم، جيش، وهناخد دلوقتي البناء السياسي. ازاي قدر محمد علي ان هو يعمل ازدهار سياسي خلال فترة حكمه؟ محمد علي لما جه مسك الحكم
عمل إعادة تهيئة وتنظيم للإدارة، حيث السيطرة الكاملة على شؤون البلاد بتطبيق نظام الاحتكار، وذلك عن طريق عدة إجراءات هقولها لكم دلوقتي. قسم مصر إداريا إلى 7 مديريات. 7 مديريات اللي احنا بنقول عليهم دلوقتي محافظات، اللي هي مصر مقسمة دلوقتي مثلا إلى 26 محافظة. على أيام محمد علي كانت 7 مديريات، يعني 7 محافظات فقط لا غير. النظام ده كان على رأسه نظام إداري أو حكومة مركزية في القاهرة، تصدر منها جميع الأوامر، وهذه الأوامر واجبة التنفيذ. عمل إيه تاني؟ أنشأ عدة مجالس ودواوين، منها مجلس المشورة والديوان العالي، اللي هو مثلا الديوان العالي ده اللي هو زي مجلس الوزراء عندنا دلوقتي، ومجلس المشورة اللي هو ده زي مجلس الشعب ومجلس الشورى حاليا. عمل حاجة تاني، أصدر لائحة جديدة عام 1837 لإعادة تنظيم الإدارة إلى 7 دواوين، وحدد اختصاصاتها. تمام، يبقى ده محمد علي في المجال السياسي. كده محمد علي ظبط لنا الدنيا داخليا من خلال النظام الاقتصادي، النظام الاجتماعي، النظام الثقافي والتعليمي، النظام العسكري، واخيرا النظام السياسي. طيب، الراجل ده جه استلم بلد متبهدله حرفيا، قدر ان هو ينظمها داخليا. طيب، محمد علي زي ما كان ناجح داخليا اكيد برضه كان ناجح خارجيا. تعالوا مع بعض نعرف سياسة محمد علي الخارجية. سعى محمد علي عن الانفصال عن الدولة العثمانية والاستقلال بمصر، ومرت العلاقة بينه وبين السلطان العثماني بمرحلتين، مرحلة الاتفاق ومرحلة الخلاف. خلينا في الأول في مرحلة الاتفاق. تمثلت في حروب الجزيرة العربية واليونان، وتمت بناء على طلب من السلطان العثماني. طيب، المرحلة دي كانت في مرحلة ود واتفاق بين محمد علي والوالي العثماني، ومحمد علي كان ممتثل لأوامر الوالي العثماني من خلال هذه الفترة، وده يبدو عليه من الاشتراك في الحروب التي خاضها زي حروب الجزيرة العربية واليونان، ودي كانت بناء على طلب السلطان العثماني. هنخش بعد كده في مرحلة الخلاف. مرحلة الخلاف والصدام تمثلت في حروب السودان وحروب الشام، وتمت بناء على رغبة محمد علي نفسه. طيب، هنيجي بقى نعرف الحروب دي واحدة واحدة. هنبتديها بحروب شبه الجزيرة العربية. دي كانت بأمر من السلطان العثماني، كانت في مرحلة الاتفاق، كانت عام 1811 وانتهت عام 1819. الحروب اللي قامت في الجزيرة العربية في ذلك الوقت تعرف بالحروب الوهابية. أسباب الحروب دي إيه؟ السلطان العثماني أمر محمد علي إن هو يخش الحرب دي ليه؟ للقضاء على الحركة الوهابية التي تهدد نفوذ الدولة العثمانية داخل أراضي الجزيرة العربية. طيب، نتائجها كانت إيه؟ سيطر محمد علي على شبه الجزيرة العربية ونجح في الانتصار في هذه المعركة. هنيجي بعد كده للعام التالي على طول، عام 1820 ودي كانت اسمها حرب ضم السودان، ودي كان بناء على رغبة محمد علي. أسبابها كانت إيه؟ أسبابها إن محمد علي عمل على تحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية وعسكرية، ونتائجها انتصار محمد علي في هذه الحرب، واستطاعته إلى مد امتداد النفوذ المصري إلى أراضي السودان، وإنشاء مدينة الخرطوم عاصمة شمال السودان حاليا، واكتشاف منابع نهر النيل. يعني تخيل معايا كده إن مصر، السودان، جنوب السودان، ومعانا حتى نصل إلى منابع النيل في قلب أثيوبيا، كل ده كان تحت سيادة محمد علي. طيب، هنيجي للحرب
التالية، وهي حروب اليونان، ودي كانت بناء على أوامر السلطان العثماني. أسبابها إيه؟ طيب قبل ما نقول أسبابها هنقول هي قامت في الفترة من 1821 إلى عام 1828. طيب أسباب حرب اليونان دي إيه؟ القضاء على ثوار اليونان في المورا الذين طلبوا باستقلالهم عن الدولة العثمانية. نتائجها كانت النتائج النهائية لهذه الحرب في صالح محمد علي، على الرغم من تحطيم الأسطول المصري في معركة نافراين عام 1827. طيب ازاي يا استاذ انت بتقول لنا النتائج كانت في صف محمد علي، وازاي الأسطول اتدمر في معركة نافراين عام 1827؟ هقول لك تعال. نجح محمد علي في خلال هذه الحرب من ضم جزيرة كريت لولاية مصر. علت مكانة مصر دوليا نتيجة تفاوض الدول الأوروبية مع محمد علي مباشرة دون الرجوع للسلطان العثماني لإنهاء هذه الحرب. طيب النتائج اللي ترتبط على كده إيه؟ هتقول لي مش فاهم. أقول لك تعالى أفهمك. يعني السلطان العثماني كان موقفه إيه إما الدول الأوروبية لجأت للتفاوض مع محمد علي دون الرجوع إليه؟ هقول لك. توترت العلاقة بين محمد علي والسلطان العثماني، ونمت فكرة الانفصال بالأراضي المصرية عن الدولة العثمانية عند محمد علي، ووصل به طموحه وأحلامه إلى تحقيق استقلال مصر. دي كانت حروب اليونان ونتائجها. نيجي للحرب اللي بعد كده اللي هي حروب الشام، ودي كانت بناء على رغبة من محمد علي، ودي كانت في العام من 1831 إلى عام 1839. محمد علي حارب الدولة العثمانية نفسها في خلال هذه الحرب. كانت أسبابها إيه؟ أسبابها توتر العلاقات بين محمد علي والسلطان العثماني، ونتيجة تفاوض الدول الأوروبية مع محمد علي مباشرة دون الرجوع إلى السلطان العثماني في حروب المورا، وأيضا تصميم محمد علي على الانفصال عن الدولة العثمانية والاستقلال بالأراضي المصرية. طيب هتقول لي نتائج حروب الشام إيه؟ نتائجها وصول القوات المصرية إلى الشام وأعالي نهر الفرات. يعني محمد علي قدر في الحرب دي إن هو يوصل بجيوشه إلى حدود ما يسمى بدولة العراق الآن. تمام. وامتد النفوذ المصري على كامل بلاد الشام. يعني محمد علي فرض سيطرته على ما يسمى حاليا بسوريا، لبنان، الأردن. دي كانت الحروب اللي خاضها محمد علي، سواء بناء على طلب السلطان العثماني أو بناء على رغبته. هنيجي بعد كده للتدخل الأوروبي ضد محمد علي. دخلت الدول الأوروبية في مفاوضات مع السلطان العثماني لفرض ما تراه من شروط على محمد علي، وانتهت هذه المفاوضات بمعاهدة لندن عام 1840. أسباب المعاهدة دي إيه؟ إدراك الدول الأوروبية أن محمد علي أصبح ممثل خطرا على التوازن الدولي نتيجة انتصاراته على السلطان العثماني نفسه في حروب الشام وازدياد نفوذه. طيب إيه كانت شروط المعاهدة؟ شروط المعاهدة إن محمد علي يعيد بلاد الشام إلى السلطان العثماني، وكمان مش بلاد الشام بس، الجزيرة العربية كمان. طيب تثبيت محمد علي على حكم مصر. كمان حاجة، إعلان خضوع محمد علي والأراضي المصرية للسلطان العثماني. طيب محمد علي كانت إيه ردود فعله ضد هذه المعاهدة؟ محمد علي
اضطر إلى قبول شروط هذه المعاهدة. تمام. هنيجي بعد كده لفرمان 1841. أصدر السلطان العثماني فرمانين في عام 1841. الأول كان في شهر يونيو، يقضي بحق وراثة حكم مصر لأكبر أبناء محمد علي سنا من الذكور، والفرمان الثاني يقضي بولاية محمد علي نفسه على السودان. يبقى نركز مع بعض. فرمانين أصدرهم السلطان العثماني في عام 1841، يعني بعد معاهدة لندن بسنة. الفرمان الأول كان توريث حكم مصر لأكبر أبناء محمد علي سنا. الفرمان الثاني تولية محمد علي نفسه بلاد السودان. دول كانوا الفرمانين اللي في عام 1841. وبكده أكون خلصت درس النهاردة، وأتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم، وأكون قدرت أن أنا أشرح لكم درس النهاردة بصورة مبسطة. وفضلا لا تنسوني في اللايك والشير والاشتراك على القناة حتى يصل الفيديو لكم ولجميع زمايلكم في جميع عموم جمهورية مصر العربية، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.